السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل رغيفة السمين اللي بتبقى في المحلات، اللي هي بتبقى عبارة عن كور زي ما انتم شايفين، الكور اللي هي كفتة على سجق زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى كمان معاها كبدة، بس انا ولادي مش بيحبوا معاها كبدة فانا عاملاها لهم سجق وكفتة بس زي ما انتم شايفين كده. وعاملين كمان جنبها بطاطس المهروسة الجميلة جدا دي زي ما انتم شايفين، بالزبدة وبالبقدونس وبالثوم، جميلة جدا بيوريه وخطيرة. بصوا ناعمة ازاي، ناعمة جدا جدا. شايفين لونها عامل ازاي، والقوام بتاعها رائع. الولاد بيحبوها جدا مع الأرغفة. احنا بنعمل لكل واحد الطلب بتاعه زي ما بيقولوا، علشان ما نستعملش كلها مرة واحدة وتبرد، علشان كل واحد ياكلها وهي سخنة. جميلة جدا جدا وطعمها رائع وبيوريه بقى خالص خالص خالص. يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كمان بقى معانا البلح الجميل ده، الاصفر مع الاحمر. البلح رائع يا جماعه، رائع وقيمه غذائيه رائعه رائعه. يعني انا بجيب كميه كده وبنحطها بتقعد تكفينا بقى ايه كذا يوم. يلا بينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الأكل الجميل ده ازاي. خليكم معانا. أهلا بكم، تعالوا يا حبايبي نشوف عملنا الأكل اللي شفناه ده ازاي. عندنا بواقي كفتة حتة صغيرة زي ما انتم شايفين كده، كورناها علشان هي مش مستاهلة الصراحة ان احنا نصبعها، لان هي يدوبك على تكفي شخص واحد هو اللي هياكل، فقلنا نعمل ايه كل واحد على قد ما هياكل. حطيناها زي ما انتم شايفين كده، هنخليها الاول تتشمع وتجمد كده، بعد كده نقلبها، وبعد كده نضيف السجق بتاعنا زي ما انتم شايفين. شوحناه تشويحه وهو سليم، وبعد كده قطعناه علشان هيبقوا الاتنين على بعضهم، بيبقى طعمهم جميل جدا. هنوطي شويه علشان تاخد لون، هنقلبها، هنقلب الكور بتاعتنا تاخد لون بس بسيط زي ما انتم شايفين. هي بتتباع بره في المحلات كفته على كبده، وممكن كمان يحطوا كفته على سجق، وممكن كمان يحطوا عليها كبده. ولادنا بيحبوها جدا. اول بس ما تمسك نفسها شويه وهي بتتعمل لكل فرد لوحده علشان تبقى يعني تتاكل وهي سخنه على طول. حط بقى في السندوتش كل واحد على حسب ما يحب. هنعمل كمان بطاطس مهروسه بالبقدونس، بتبقى جميله جدا برضو، تنفع مع الأكلة دي مع السندوتشات، الأولاد بيحبوها جدا. قطعنا طبعا البطاطس سهلة جدا وعملناها أكتر من مرة. لو في شوية لبن ممكن نحط عليهم علشان بتبقى بيوريه أكتر وناعمة أكتر. نهرسها كويس ونوريها لحضراتكم. شايفين يا جماعة بقت بيوريه خالص ازاي، عشان انا حطيت عليها ربع كوبايه لبن. شايفين عامله ازاي، وحطيت عليها كمان
معلقه توم بالشطه الحمراء. هنحط عليها بقى كمون وفلفل اسود ونتبلها بالتتبيله اللي احنا عايزينها. خليكم معايا. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ بيوري خالص ازاي. ناقص بقى هنحط عليها اخر حاجه ونحاول نطفي على طول علشان البقدونس يفضل بنفس اللون. نقلبها كويس. نقلبها كويس. شايفين شكلها جميل ازاي؟ شايفين منتهى الجمال. كده خلاص هي بقت جاهزة. نشوف الملح بتاعها. حلوة جدا جدا جدا، جميلة. نكمل بقى نشوف الطبق بتاعنا التاني اللي احنا بنعمله اهو. حطينا السجق مع الكفتة. شايفين الجمال اهم بيستووا مع بعض. تقريبا استوى. حلوة جدا. ايه رأيكم؟ يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم والبطاطس كمان تكون عجبتكم. اشكركم. يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.